سلام الغزالات، ان شاء الله قاعد تكونوا بخير على خير. اليوم جيتكم نوفيل فيديو. كيما راكم تشوفوا معايا اليوم عندنا هذا رولي سكالوب محشي ما شاء الله في البنة. قبل ما نبدا لا فيديو تاعي نقول لكم ما تنساوش تصليوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. ما تنساونيش بدعمكم واشتراكاتكم فضلا وليس امرا يا البنات. تنسونيش بتعليقاتكم الشابة اللي تزيد تحفزني باش نزيد نحط لكم فيديوهات اخرى ومختلفة. كما راكم تشوفوا لهنا البنات عندي دي ترونش تاع سكالوب اللي كنت حبطتهم بهذيك شغل درسناهم هكا شويه شويه. عندنا ملح فلفل كحل موطارد وعندي الفرomاج. نجي لهنا نملح هذيك الطرونشه تاعي تاع سكالوب. نجي ندير لها شويه ملح شويه فلفل كحل وندير لها لا موطارد هكا بهذا الشكل وندير لها قطعه تاع الجبن في الوسط ونغوليها بهذه الطريقه هكا. نعاود ندير نفس الطريقه الحبه الثانيه الطرونشه الثانيه. قلنا نديرو شويه ملح شويه فلفل كحل نديرو شويه تاع لا موطارد هكا نمشيوها مليح مليح. نديرو فيها شويه تاع الجبن هكا بشكل طولي ونغوليها كيما راهو موضح في الفيديو. نكمل قاعدتك بنفس الطريقه البنات حتى وين يخلص لي سكالوب تاعي. قلت لكم نديرو ملح فلفل كحل موطارد فرماج في الوسط ونغلقو. والبنات لهنا بلا ما نغلقو بكيردون ولا بخيط ولا باسكو مش راح يتحلونا كيما نعرفوا سكالوب كي يترولا مش راح يتحل. كي روليتو كومبلي نجي ندردر عليه شويه تاع فلفل كحل وندير له شويه تاع لا موطارد من الفوق بهذه الطريقه هكا البنات. ان شاء الله يكون الفيديو موضح وراكو فهمتوا قاعدتك الخطوات اللي درتهم معكم. من جهه واحده اخرى نحكم غرفه كبيره تاع الزبده نديرها هكا فوق المقله تاعي ندوبها مليح مليح. من بعد نجيو نحكمو هذوك بغلي تذوب لي الزبده تاعي نحكمو هذوك لي طونش تاعنا تاع سكالوب ونديروهم هكا لداخل نقعدو نقلبو فيهم حتى وين ياخذونا تحميره هكا البنات. نحمروهم مليح في هذيك الزبده نقلبوهم من كل الجوانب هكا. قلبهم حتى وين نشوفوهم حماروا لي ونحيهم من المقله. هنا مور اللي حماروا لي البنات نجي نحكم طبسي ونحيهم في الطبسي تاعي. وهذيك لاصوص اللي راهي قعدت لي كما راكم تشوفوا هذاك الزيت هذاك الفرماج خليهم هكاك. نجي لهنا نضيف عليهم كميه تاع الشامبينيون نحمصهم مليح في هذيك الزيت. تاني تنجي نضيف عليهم كميه تاع الزيتون اللي يكون هكا رقيق مقطع رقيق رقيق او يتباع في المارشي. انا الزيتون تاعي غليته دو فوا قسما نحاتلو كاع هذيك الملوحيه. نجي نضيف عليهم نصف حبه بصل والتوابل بيان سور البنات اللي هما ملح وفلفل كحل هكا البنات. نقعد نقلي في هذاك الشامبينيون تاعي والبصل وشامبينيون البصل والزيتون. كي نشوفهم تقلاو لي قاعدتك نجي نضيف عليهم بطاط على كريم فريش هكا البنات. نخليها جيست ترفد لي الغليه. نجي ندير عليها قطعه تاع الفرماج هكا فروماج بلون هكا راني مقطعاتو هكا صغير صغير ونديرها نديرو قاعدتك داخل المقله. نحرك شويه قلت لكم نشوفها ترفد لي الغليه ما نخليهاش تنشف لي البنات. نطفي عليها الفرن. نجو لهنا المرحله الاخيره البنات نحكم هذيك لاصوص تاعي نفرغ كميه منها داخل المول تاعي تاع الكراطه
فرغ كميه من التحت باش تشرب لي لاصوص لي سكالوب تاوعنا ما يجوناش ناشفين. ونجي نستف لي سكالوب تاوعي هكا بهذه الطريقه، نستفهم قاعيتك هكا. نكمل لاصوص اللي قعدت لي نديرها من الفوق هكا البنات. نديرو كاع هذيك لاصوص اللي قعدت، هذاك الزيتون. ما تخموش البنات هاد لاصوص كاع دوك كي نديروها في الفور راح يشربها هذاك سكالوب. هكا البنات كخطوه اختياريه انا زدت له جبن تشيزي من الفوق. كيما تقدري ما تزيدي له والو، تقدري ديري له غير فروماج غابي ولا ما ديريلوش انتي، ولكن الاختيار. كي نديرو هاد الخطوه نشعلوا له من التحت قيس ما يشرب لنا شويه تاع هذيك لاصوص. من بعد نشعلوا له ياخذ تحميره خفيفه. هاوليك الطبق تاعي لهنا كنت مازال ما قطعتوش. هاوليك البنات خليته حمار لله الله. نقول لكم يا البنات شهيتكم في الجنه. انا لهنا لحقت لا سويت الفيديو. نقول لكم ما تنسونيش بدعمكم واشتراكاتكم فضلا وليس امرا.